شلون نتجنب الخمول برمضان؟ احنا من نصوم لساعات طويله مستويات السكر ومستويات الانسولين بالدم راح تنخفض، فمن نجي بالفطور عاده فطورنا كله يتكون من كربوهيدرات سريعه الامتصاص، تمن على خبز، فمن تجي تاكل وجبه كربوهيدرات سريعه الامتصاص دون بروتين راح ترتفع مستويات السكر والانسولين عندك بشكل مفاجئ، يعني راح يصير لها سبايك كلش قوي، السبايك كلش قوي راح يقابله هبوط كلش قوي، يعني ما صعد عندك تدريجي. ارتفاع مستويات السكر بالدم راح يسبب لي انخفاض بمستويات خلايا الاوركسين، خلايا الاوركسين تحفز بعض الاعصاب اللي مسؤوله عن النشاط والاستيقاظ، لذلك كل ما مستويات السكر بالدم اعلى كل ما مستويات خلايا الاوركسين اقل، كل ما التعب الخمول عندك يزيد. فاول شيء تسووه هو تقسمون وجباتكم، يعني لا تجون تاكلون وجبه فطور واحده كلش كبيره. ثاني شيء احرصوا على انه تتناولون مصدر بروتين ويا مصدر الكربوهيدرات مالتكم بالفطور، لانه البروتين هضمه وامتصاصه ابطا، فراح يساعد بموازنه مستويات سكر الدم، يعني ما راح يصير عندكم ارتفاع كلش حاد وسريع بمستويات سكر الدم. ونحاول ايضا قد ما نقدر انه نلتجئ للكربوهيدرات المعقده اللي يكون امتصاصها ابطا، مثل البقوليات والعدس والشغلات اللي تحتوي على الياف، راح يسوون عندكم سبايك بمستوى سكر الدم لانه امتصاصهم وهضمهم ابطا. وهاي شاركوا الفيديو اذا حبيتوا المعلومه، وباي باي.